السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا جايبين عربيه محترمه قوي. العربيه دي احنا ممكن اول مره نكون يعني طالعين بيها على القناه عندنا، ولكن ان شاء الله برضه هنحاول نفسرها كده واحنا شغالين. العربيه دي طبعا للبيع وموجوده في معرض سيتي كارز. المعرض ده موجود على طريق شبين اوسنا امام بنزيمه التوتال. هنشوف كده العربيه مع بعض. طبعا العربيه زي ما احنا متعودين فابريكا بالكامل بره وجوه بدون خربوش وبدون جرام بوهيه. هنتفرج عليها مع بعض وانت بنفسك اللي هتحكم معايا. بس هحاول كده برضو اشرح لك العربية من الامام واوريك معظم الحاجات الاوبشن يعني اللي موجودة فيها، لان احنا اول مرة طبعا نصور العربية دي. بالمناسبة كمان ده المفتاح بتاع العربية، لان العربية كاملة اعلى فئة. مفتاح الرينو اللي معانا دي اسمها رينو داستر للناس اللي مش عارفه العربيه. معانا الداستر وده المفتاح بتاعها اهو، زي ما انت شايف معايا ده المفتاح بتاع العربيه. اللوجو في ناحيه، وهنا الناحيه التانيه موجود معانا الاضاءه والشنطه والسنتر بتاع العربيه. طبعا زرار الاضاءه ده حاجه حلوه قوي، لما بتضغط عليه كده بيفصل لك الكشاف الامامي، بس طبعا عشان احنا مدورين العربيه فاوريدي مش هيشتغل معانا. لكن ده الفايده او الميزه الحلوه اللي موجوده في الزرار بتاع الاضاءه ده. لو انت مثلا راكن العربيه في مكان زي المطار كده، حصلت معايا قبل كده ومش فاكر انت راكنها فين، فاوريدي بتروح جاي عامل زرار الاضاءه ده فالعربيه بتنور معاك. تمام، دي الميزه اللي موجوده في المفتاح بتاع العربيه. تعال بقى اما نشوف العربيه كده من الخارج مع بعض. طبعا انا بعدت عن الكادر خالص عشان تكون كل حاجه واضحه معاك. اول حاجه طبعا العربيه فيها ليدات نهاريه جايه بشكل ممتاز قوي، واخده تقريبا يعني 3/4 الفانوس او التلتين في الفانوس، فدي حاجه ممتازه وعامله جايه بشكل دايري كده على الفانوس بالكامل. عندنا طبعا الفانوس بالكامل بيجي اضاءه عاديه مش عدسات ولا حاجه. طبعا العلامه اللي واخده جزء كبير قوي من الشبكه او واخده الشبكه بالكامل، فدي حاجه ممتازه. علامه الرينو، طبعا الرينو علامه فرنسيه فكل الناس طبعا عارفه المعلومه دي، بس انا حبيت اقولها لك في السريع. طبعا في برضو عندك ديفندر امامي شكله ممتاز قوي، ولكن هو جاي لازق في الاكسدام ما بيكونش راكب، فدي حاجه ممتازه. كل العربيات الاس يو في اللي موجوده في الرينو بيكون فيها الديفندر الامامي ده جاي ستوك في العربيه، فدي حاجه برضو كويسه قوي وحاجه ممتازه. كمان عندنا في الناحيه الثانيه نفس الكلام، بس هنا حبيت اوضح لك ان الشبكه معموله من النيكل كروم مش بالكامل، ولكن فيها 3 خطوط وخط جاي في اسفل الشبكه، فدي حاجه ممتازه برضو. تقريبا دي كده كل العربيه. وبرضو في عندك هنا فوج لايت موجود في الاسفل اهو جاي بشكل دايري كده، فدي حاجه برضو ممتازه قوي. دي كده تقريبا العربيه بالكامل من الامام. يا ريت بقى ما تنساش تقدر تعبنا ومجهودنا ده، تدعمنا بلايك بسيط كده بايديك الحلوه، وكمان تكتب لنا كومنت كده لطيف ظريف، جملتين حلوين كده يشجعونا ان احنا نستمر طبعا في تنزيل الفيديوهات، وكمان عشان اقدر اوفر لك اسعار حلوه، وكمان اجيب لك العربيات اللي انت بتطلبها مني باستمرار. وطبعا لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك معانا عشان تستفيد بكل العروض اللي احنا بننزلها ان شاء الله. وكمان جايب لكم حاجه كويسه قوي، احنا بنتعامل دلوقتي الحمد لله مع مكاتب ايجار بتطلع عربيات باسعار حلوه قوي لاي حد جاي لها من خلال القناه عندنا هنا، هياخد خصم كويس قوي. طبعا هتتواصل معانا من خلال الارقام اللي سايبها لك في اول الفيديو عشان تحصل على اي خصم من خلال العربيه دي او عربيات الايجار. اي حاجه طبعا تخص العربيات هنحاول نجيب لكم عليها خصومات كويسه قوي ان شاء الله. دي كده كانت حاجه في السريع كده برضو تخص العربيات. وطبعا احنا اتفرجنا على العربيه بالكامل من الامام، وطبعا العربيه حالتها ممتازه قوي بدون خربوش واحد بدون جرام بوهيه. هنروح دلوقتي بقى عشان ما نطولش عليكم نبص على الجنب بتاع العربيه ونشوف الحاله بتاعته. يلا بينا، تعالى بقى دلوقتي ما نتفرج على العربيه من الجنب ونشوف التفاصيل بتاعتها عامله ايه. طبعا العربيه دي بتكون مختلفه عن العربيات اللي احنا بنشوفها في الشارع. يعني العربيه دي اعلى فئه ومثلا ما فيهاش برضو اشارات في المرايات، الاشاره بتيجي هنا. هم محتفظين كده بديزاين معين او تصميم معين للعربيه، وده شكل يعني مش عايزين يغيروه. يعني هنا عاملين شكل الهوايه، دي حاجه ثابته في العربيات الاس يو في اللي موجوده في الرينو، فدي حاجه خلاص بقت ستاندر موجوده في العربيه. فاوريدي دي حاجات خلاص بقت ثوابت عندهم ما ينفعش يغيروها مهما كانت الفئات او الاوبشن اللي بيزودوه في العربيه. بيحاولوا بقى يزودوا في الجنود في الحاجات اللي جوه، بيزود راك على السقف، بيحط هنا شماسات مثلا، لكن في حاجات كده معينه يعني بقت خلاص حاجات استوكات في العربيه ما ينفعش تتغير. تمام، بيحافظ على شكل معين او بيعمل لنفسه اسم معين في السوق. بالمناسبه كمان العربيه دي 2019 فيها رخصه سنه طبعا
فدي حاجه ممتازه قوي. تعالى دلوقتي اما نشوف بقى الاوبشن اللي موجود فيه. هنا برضو سايب لك الزرار هنا اهو والاوكر التقليديه خالص، فدي حاجات خلاص بقت معروفه في العربيه ما بينفعش يغيرها، رغم ان الاوكر دي خلاص يعني ماتت من السبعينات. تمام. دلوقتي في الاوكر اللي هي الشدات دي، ولكن هو محافظ طبعا على الديزاين بتاع العربيه. الجنوط طبعا بتاعتها جنوط سبور تو تون، حاجه ممتازه قوي. الجنط كمان هنا، الجنط هنا 17 بوصه، مقاس 225 60 17 بوصه، فدي حاجه برضو ممتازه قوي. كمان في عندك هنا راك اللي راكب على السقف ده، هو شكله ضخم ومدي شكل ممتاز قوي في العربيه. وكمان هنا حاطط لك داستر، ده بتدل على ان هو كمان مش راكب، ده جاي ستوك من المصنع بتاع العربيه. ده الاوبشن طبعا اللي موجود في جنب العربيه كله زي ما احنا شايفينه. طبعا انت حضرتك شايف معايا كل حاجه واضحه قدامك. كمان راكب هنا شماسات برضو موجوده على الازاز، وفي الازاز الخلفي فاميه، الازاز اللي ورا يعني الجانبي، بس الازاز اللي ورا. وكمان عندنا برضو الازاز اللي ورا هنشوفه كمان شويه لما نرجع لظهر العربيه برضو فاميه. تمام كده كل الاوبشن اللي موجود في العربيه. وطبعا حالتها مش محتاجه ان انا اتكلم، زي ما انت شايف معايا حالتها ممتازه قوي طبعا بدون جرام بوهيه. تعالى بقى اما نشوف دلوقتي العربيه من الخلف راكب عليها سبيلر، شوفوا دلوقتي مع بعض لما نرجع لظهر العربيه. يلا بينا. تعالى بقى اما نشوف العربيه دلوقتي من الخلف. طبعا زي ما كل حاجه واضحه قدامنا، انا بس هحاول اوضح لك بعض الحاجات البسيطه كده اللي فيها. طبعا اول حاجه السنسور اللي موجود في العربيه من الخلف، سنسور بارك خلفي، دي حاجه ممتازه. طبعا الاكسدامات بتاعه العربيات الاس يو في في الرينو كلها بتكون فيها ديفندرات او مقسومه لنصين كده، بحيث ان هي تدي شكل ممتاز للاكسدام بتاع العربيه. طبعا عندنا العلامه بتاعه الرينو اللي موجوده في نص العربيه تحت الازاز على طول، برضو شكلها ممتاز قوي. وكلمه داستر اللي موجوده هنا بالشكل النيكل، وتحتها طبعا البتاع الحته الصغيره دي اللي موجوده بالكامل من النيكل. طبعا الفوانيس بتاعتها حاجه ممتازه قوي، شكلها كويس جدا موجوده. الفوانيس الخلفيه بتاعتها بتكون شكل العربيه الجيب. طبعا اكيد كله خد باله من المعلومه دي او من الفانوس ده، لانه طبعا الناس يعني بالذات كمان اللي بتحب العربيات او اللي مهتمه بتفاصيل كل عربيه وبتاخد بالها، الفانوس ده طبعا شبه بتاع الجيب بالظبط، فدي حاجه ممتازه. طبعا فيها هنا مساحه خلفيه، وفي هنا سبويلر خلفي شكله ممتاز. هو مش ضخم قوي ومش طالع زي اللي موجود في السبورتاج، ولكن برضو شكله سيمبل وممتاز قوي على ظهر العربيه برضو. دي تقريبا كل العربيه من الخلف، وطبعا احنا وضحنا كل حاجه فيها. والعربيه طبعا حالتها من الخلف باينه، مش محتاجه ان احنا نتكلم كتير. وطبعا زي ما اتفقنا ان هي بدون جرام بوهيه، فدي حاجه برضو ممتازه. وهنا مكتوب اسم العربيه الرينولت، وهنا طبعا الفئه بتاعتها اللي هي الداستر. طبعا العربيه دي اعلى فئه زي ما اتفقنا. موجود هنا الازاز الخلفي فاميه بالكامل، وطبعا ده بيكون نازل ستوك من المصنع، فدي حاجه برضو ممتازه قوي. دلوقتي طبعا هوري لك السقف بتاع العربيه، نحاول نمشي الكاميرا عليه كده بحيث ان كل حاجه تكون واضحه معاك زي ما احنا متعودين، كانك بتتفرج بعينك معايا هنا بالظبط. ان شاء الله نتفرج على العربيه من الداخل ونشوف المواصفات والاوبشن اللي موجود فيها. يلا بينا. هوري لك برضو هنا السقف بتاع العربيه، لكن انا قصير شويه فهحاول ان انا اوري لك كده كل حاجه. طبعا زي ما انت شايف معايا ما شاء الله سقف العربية بالكامل مفيهوش ملحوظة. تعالى بقى كده اما ننزل نبص على العربية مع بعض. يلا بينا. اول حاجة طبعا هنفتح الصالون الخلفي. طبعا زي ما انت شايف معايا الباب بتاعها، طبعا عشان ما فتحناش العربية دي قبل كده، فزي ما انت شايف هنا الخامات طبعا كلها من البلاستيك، ولكن خامات ممتازة برضو. الممز بتاعها مش سوفت قوي ولكن برضو يعني كويس. عندنا طبعا هنا الزرار بتاع الازاز. تعالى ما ندخل بقى العربية ونبص على المواصفات اللي موجودة فيها. طبعا عندك الفرش بالكامل هنا من القماش، وطبعا في عندك 3 مساند للراس، حاجة ممتازة. طبعا مفيش هنا فتحات مكيف ولا اي حاجة. برضو الكرسي فيه انحناء بسيط كده عشان راحة الراكب الخلفي زي ما انت شايف معايا، حاجة برضو ممتازة. تعالى ما نشوف بقى الاوبشن اللي موجود في العربية من الامام. 4 ازاز كهرباء طبعا زي ما انت شايف معايا، والسماعات فقط. هنا طبعا عندك ضبط المرايات زي اللي بيكون موجود في شيفروليه الاوبترا، لكن طبعا شتان بين هنا وبين هنا.
دي فرنساوي والتانية صيني معفنة، كلها معروفة طبعا. فتحات المكيف هنا موجود حواليها حلية من النيكل كروم، فشكلها جميل قوي وجاية كده. يعني انا ممكن اقول لك ان هي فيها شبه شوية من العربية اللامبورجيني الاوروس. طبعا مفيش فرق خالص في المقارنة، ولكن يعني واخدين الحتة دي شكلها حلو قوي. هنا طبعا الكراسي فيها الحتت الجانبية دي اللي بتضمك كده وانت قاعد، برضو موجودة هنا في الظهر، فدي حاجة ممتازة. لكن العربية دي فقيرة بحاجة كده، مش عارف ليه ما عملوش هنا كونسول وسطي، عاملين حتة كده اللي هي راكبة في الكرسي، شكلها صراحة مش لطيف. تعالى بقى ما ندخل كده العربية ونبص على الاوبشن اللي موجود فيها. طبعا طارة مالتي فانكشن بالكامل. في طبعا عندك ايرباجز موجود هنا في الطارة، وفي طبعا الناحية التانية برضو في ايرباجز اهو موجود زي ما انت شايف معايا. طبعا العربية ما فيهاش ايرباجات جانبية. كمان عندنا التابلو بتاعها ما شاء الله شكله ممتاز قوي وعالي كده، حاجة بتدل على الفخامة. طبعا العربية فيها شاشة، هي صغيرة شوية ولكن برضو حاجة ممتازة. ادي الشاشة كمان هنا ممكن ان انت توطي او تعلي من خلال الزراير، هنا حاجة ممتازة قوي. هنا الكتم، هنا طبعا البلس، هنا الماينس زي ما انت شايف معايا. هنا بتقلب، وهنا طبعا بس الزرار هنا عكس عشان يبقى طبعا على ملكة ايدك. انت بتكون ماسك الطارة كده وبترفع ايدك لفوق تعلي وتوطي وتعمل كل حاجة، فدي حاجة برضو كويسة قوي. طبعا في ستارت ستوب انجن موجود في العربية. المكيف بتاعها ما شاء الله تلاجة، كمان المكيف هنا تاتش، فدي حاجة كويسة قوي ما شاء الله زي ما انت شايف معايا. المكيف هنا فيه شاشة ديجيتال. كمان هنا عندك طبعا ادي مثبت السرعة. كمان طبعا هنا في عندك الشاحن الوايرلس بيكون موجود في الحتة دي، فدي حاجة ممتازة وحتة برضو صايعة كده مختلفة شوية. في عندك شاشة هنا كمان برضو اهي موجودة، دي خاصة بالايرباجز اللي موجود في العربية. طبعا شاشة عادية، سوري، اللي هنا المراية مراية عادية مش ذاتية التعتيم ولا حاجة. برضو العربية ما شاء الله بشكل عام ممتازة قوي. وسعر العربية طبعا من خلال التواصل عن طريق الموبايل. كان معكم اخوكم محمد عثمان، وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعت النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.